السلام عليكم البنات وسلام حتى لرجال التعليم اللي كيتصنتوا لينا. ولكن اليوم هاد الحلقة موجهة بواحد الحب كبير للأستاذات، للمحاربات ديال بصح اللي كيدخلوا للقسم بحال اللي داخلين المعركة، وباش يكملوا النهار خاصهم قلب قوي وصبر ما كيتسالاش وابتسامة كتخبي بزاف ديال العيا. قبل ما نبداو بغيت نقول لكل أستاذة كتسمع دابا، راك كديري اللي على جهدك، وشي مرات كتر من اللي على جهدك، وإلا ما قالها ليك حتى واحد اليوم أنا كنقولها ليك من هاد البلاصة. شكرا، شكرا على الصبر، شكرا على العطاء، شكرا على اللي كتكومي به في القسم وفي الدار وفي الحياة كاملة. نهار الأستاذة ماشي نهار عادي، كتفيقي يمكن قبل من الناس كاملين في الدار، كتفيقي الوليدات، كتوجدي الفطور، كتشيكي الحوايج وكتلبسي داك الوجه ديال يلا نوضي نخدم. واللي كيعرف غير الأستاذات هو أن النهار كيبدا بالمسؤولية قبل ما يبان الضوء. كتخرجي كديري الطريق وفي بالك ديجا داك القسم اللي غادي تلقاي فيه 40 أو 50 تلميذ، كل واحد وجهته، كل واحد بمشكلته، وكل واحد كيبغيك تكوني الأم، الطبيبة، الاختصاصية النفسية والبوليسية، وكل شيء في 24 ساعة. وكتدخلي للقسم واخا تكوني عيانة ولا مقلقة ولا بقات فيك شي حاجة من البارح، كتبلعيها كتدفنيها، لأن القسم ما كيسولش كيف دايرة اليوم، القسم كيقول لك سيري ورينا شكون انتي اليوم. واشنو نقولوا في الواقع؟ اللي كيبغي يقري خصو يكون مربي مهدي وعنده صبر نوبي. ولكن الأستاذة كتقري واحد المجموعة اللي كتسمع، ومجموعة اللي ما كتهتمش، ومجموعة اللي كتجي غاضبة من دارها، ومجموعة اللي ما فطروش، ومجموعة اللي عندهم مشاكل صحية، وانتي واقفة وسطهم كتجمعي الطاقة ديال الكل وكتحاولي ترجعيها في شكل تعليم. ووسط هاد الشي كامل كاين داك الصوت اللي في ودنيك اللي كيقول ردي بالك من هاد التلميذ كيبان عليه مريض، هاد البنية اليوم ساكتة بزاف، هاد الولد كيبان عليه مهموم، ايوا شكون غادي يداوي هاد الشي؟ الأستاذة كتكون أول وحدة كتحس بالتغييرات ديال الوليدات وكتحاول تهدنهم وتعطيهم واحد الحضن غير بالشعور بلا ما تلمسهم حتى. الضغط راه ماشي غير ديال القسم، عندك الإدارة، عندك المراقبة، عندك الاجتماعات، عندك الوراق اللي ما كيسالاوش، عندك التصحيح اللي كيشد لك الليل كامل، وعندك داك الايميل اللي كيجيك في آخر دقيقة غدا اجتماع ضروري. والله حتى اللي ماشي أستاذة غادي تقول معقول هادشي. ولكن حنا مازال ما وصلناش للجزء الصعيب، لأن الأستاذة ما كتساليش النهار في القسم، الأستاذة كتخرج كترجع لدارها، والدار كتعاملها بحال شي روبو رجع من الفاكتوري. ماما شنو كناكلو؟ ماما درت الواجب؟ ماما خاصني نمشي للطبيب. وتهلاي في دارك وتهلاي في راجليك وتهلاي في والديك وتهلاي في القسم، وما بقى حتى حد كيسول واش شي حد غادي يتهلا فيك انتي؟ كتحسي براسك كتجري من نهار لنهار، كتجري وراك الوقت، وراك الواجب، وراك الخدمة، وراك المسؤولية، وكتشدي فراشك في الليل بحال اللي هربتي من معركة. ومع ذلك كتقولي غدا نعاود نوقف لأن هادشي رسالتي. ولكن خليني نقول لك الحقيقة اللي كتخبيها بزاف ديال الأستاذات، راه بزاف منكم كيطيحوا في الإرهاق بلا ما يحسوا، كتولي كتنفسي بصعوبة، كتنرفزي على صغائر، كتنساي بزاف، كتولي حساسة بزاف، لأن الطاقة اللي خرجت ما رجعتش. العطاء بلا حدود كيجي النهار اللي كيولي كيأكل من راحة النفس. والأستاذة بالخصوص كتعيش واحد الازدواجية، خدامة في مهنة اللي المجتمع ما كيعطيهاش القيمة اللي تستاهل، ومسؤولة في دار اللي ما كتسامحش، ووسط هادشي كامل خاصها تبقى واقفة مبتسمة ومتماسكة بحال شي عمود ديال الضوء. ويمكن دابا انتي اللي كتسمعي هاد الكلام كتقولي في راسك ايه هادشي اللي كندوز منه كل نهار، ويمكن حتى دمعتي شوية، ماشي ضعف، غير الروح فهمت راسها أخيرا. ومازال عندنا الهضرة، غادي نهضروا على الضغط الخفي، على الشعور بالذنب، على كيفاش الأستاذة كتنسى راسها وسط الكل، وعلى الحلول اللي تقدر ترجع لك شوية من الطاقة ديالك بلا ما تبدلي حياتك كاملة. ولكن هادشي نخليه للبارتية الثانية. ونكملوا البنات، حيت بصح مازال عندنا بزاف ما يتقال على حياة الأستاذات، هاد المحاربات اللي كيعيشوا نهار بنهار فوق طاقتهم ولكن باقي واقفين. اللي ما كيعرفش حياة الأستاذة من الداخل ما كيقدرش يشوف داك الضغط الخفي اللي كيعيشاتو. راه ماشي غير قسم وخرجي، راه قبل القسم كاين التحضير، وبعد القسم كاين التصحيح، وفي الليل كاين التفكير. فلانة ما كانتش مزيانة اليوم، اش واقع ليها؟ فلان ما فهمش الدرس، كيفاش نعاود نشرحه ليه بطريقة أخرى؟
الأستاذة ما كتساليش في المدرسة، الأستاذة كتسالي في دماغها، ودماغها ما كيساليش. وبزاف ديال الأستاذات كيحسوا بواحد النوع من الشعور بالذنب اللي ما كيتقالش. كتحسي براسك دايما مقصرة. في القسم كتقولي خاصني نعطي كتر، وفي الدار كتقولي ولادي محتاجين ليا، ومع راسك كتقولي فين مشات داك البنت اللي كانت كتضحك بلا حساب. كتحسي براسك كتفرقي على الجهتين، كل جهة كتشدك بطريقة، وانتي في النص كديري المستحيل باش ما يطيح حتى طرف. ولا كان شي واحد غادي يفهم هاد الكلام فهي انتي اللي كتسمعيه دابا. الأستاذات عندهم واحد النوع ديال الإرهاق اللي ما كيبانش، إرهاق كيجي من العطاء، من المسؤولية، من الضغط النفسي، من التعامل مع بزاف ديال الشخصيات في نهار واحد، من الصبر اللي كيسالي ولكن كتحاولي تمديه. والمشكل الكبير أن المجتمع كيطلب من الأستاذة تكون مثالية، ما تغوطيش، ما تعيطيش، ما تضعفيش، ما تقلقيش، وما يكونش نهار فوق نهار. ولكن الحقيقة هي أن الأستاذة إنسانة، كتقلق، كتعيا، كتطيح وكتوقف. كنسمعوا بزاف الأستاذات كيقولوا كنرجع للدار وما كنحس حتى برجليا، ولكن ما نقدرش نرتاح، خاصني نكمل الدار. كنبغي نعس بكري ولكن التصحيح ما كيساليش، كنبغي نسمع راسي ولكن كل شي محتاجني. وهنا كيبان واحد الحقيقة المؤلمة، الأستاذة كتكون مع الناس كل نهار ولكن بوحدها داخليا، كتعطي للجميع وما كياخد حتى واحد بيدها. الإرهاق النفسي ماشي لعب، والضغط اللي كيتجمع نهار على نهار كيوصل لواحد المرحلة اللي كتولي كتعيطي بلا قصد، كتغضبي بلا نية، كتولي حساسة بزاف، وكل مرة كتقولي أنا ماشي هادي، أنا تبدلت. ولكن انتي ما تبدلتيش، غير طاقتك نقصات، وروحك عيات، وقلبك خاصو يرتاح. ووسط هاد الدوامة خاصنا نهضروا على واحد الحاجة اللي بزاف ديال الأستاذات كيغلطوا فيها، نسيان الذات. كتعطي للدار، للولاد، للزوج، للتلاميذ، للإدارة، للوراق، وعلى راسك كتقولي موراه إلا بقى الوقت. ولكن الوقت ما كيبقاش، وكتلقاي راسك في شي نهار كتقولي علاش ما كنقدرش نفرح، علاش كل شي ولا ثقيل، حيت انتي آخر وحدة في القائمة. ودابا خاصنا نقلبوا هادشي. باش ترجع ليك النفس، باش ترجع ليك الطاقة، خاصك أولا تعترفي بحقيقة بسيطة، ما يمكنش تكوني كل شي في مرة واحدة، وما يمكنش تعطي للناس كاملين وتنسي نفسك. دابا غادي نهضروا على بعض الخطوات اللي تقدر تكون بدايات صغيرة ولكن عندها تأثير كبير. أولا، خودي 10 دقائق غير ليك، ماشي للتصحيح، ماشي للطيافر، ماشي للكوزينة، غير جلسة قصيرة، تشهيق، زفير وهدوء. هذه ماشي كسل، هذه صيانة للطاقة. ثانيا، خففي التوقعات منك، ماشي ضروري يكون كل درس كامل وكل امتحان مثالي وكل اجتماع ناجح. راه انت إنسانة وعندك الحق تكوني عيانة، عندك الحق ما تعطيش 120% كل نهار. ثالثا، تكلمي، إلا كان عندك مشكل أو ضغط قولي للإدارة، قولي لراجلك، قولي لصاحبتك، المهم ما تبقايش كتجمعي في داخلك. الصمت كيجمع العياء بحال شحن بطارية معكوسة، كتنقص بلا ما تحسي. رابعا، ركزي على الانتصارات الصغيرة، ديك التلميذة اللي كانت كتغوت واليوم سكات وبغات تفهم، داك التلميذ اللي كيتحسن غير بشوية، ديك اللحظة اللي تضحكوا فيها كاملين، هادو هما النجاحات الحقيقية اللي كيبنيو روح الأستاذة. خامسا، ما تقارنيش، كاينة أستاذة كتخلص تصحيح في المدرسة، وحدة في الليل، وحدة في العشية، كاينة اللي خدامة قريب من دارها، وحدة بعيدة، كل وحدة عندها ظروفها، وماشي ضروري ديري بحال فلانة باش تكوني مزيانة. ودابا البنات نوصلوا لواحد اللحظة اللي بصح مهمة، وهي الرسائل اللي كنتمنى تدخل لقلب كل أستاذة كتسمعني دابا. بغيتك تسمعي هاد الكلام بشوية، بلا ما تسرعي، بلا ما تلعبي دور القوية، غير خليه يدخل لروحك. أول رسالة، راه انتي كافية، ماشي ناقصة، ماشي مقصرة، ماشي خاصك تعطي كتر باش يرضاو عليك. اللي كتعطيه اليوم بالجهد اللي عندك وبالظروف اللي كتعيشي راه كافي، كافي بزاف، حتى كتر من اللازم. الرسالة الثانية، من حقك ترتاحي، من حقك تنعسي، من حقك تسدي الباب، من حقك تقولي ما نقدرش دابا. اللي كيعرف قيمة الراحة كيعرف قيمة الخدمة ديال غدا. الرسالة الثالثة، ما تخليوش المجتمع يضغط عليكم بالصورة الخيالية ديال الأستاذة المثالية. راه هذاك النموذج ما كاينش. كاينة الأستاذة اللي كتدير اللي على جهدها، كتغلط، كتصلح، كتوقف وكتكمل، وهذه هي الأستاذة القوية بصح. الرسالة الرابعة، الطفل اللي كيشوفك كل نهار
راهو كيستافد منك كتر من اللي كيبان ليك. يمكن ما كيقولهاش، يمكن ما كيبانش عليه، ولكن كلمة واحدة كتقوليها كتبدل ليه يوم، أسبوع، حتى حياة كاملة. راه بصمتك باقية، وهادشي بوحدو إنجاز كبير. الرسالة الخامسة: بلا ما تنساي راسك وسط كل شي. الدار مهمة، القسم مهم، التلاميذ مهمين، ولكن انتي الأصل. إلا انتي طحيتي كل شي يطيح معاك. فحافظي على قوتك، بالراحة، بالدعاء، بالقرب من الناس اللي كيعطيوك طاقة، وبالكلام الطيب اللي كتسمعيه من راسك لراسك. ودابا ندوزو للخلاصة ديال هاد البودكاست. اليوم هدرنا على الأستاذات، على الضغط، الإرهاق، التضحية، الصبر، والازدواجية ديال محاربة في الخدمة ومحاربة في الدار. هدرنا على الدموع اللي كتطيح بلا صوت، وعلى القلب اللي كيتقال بلا ما يبان، وعلى القوة اللي كتعيش داخل كل أستاذة، القوة اللي كتخلي القسم يوقف والدار تمشي والنهار يتواصل. الهدف ديال هاد الحلقة ماشي غير نبوحو، الهدف هو تفهمي أنك ماشي بوحدك، وباللي من حقك ترتاحي، ومن حقك تحسي، ومن حقك تطلبي المساعدة، ومن حقك تكوني إنسانة قبل أي دور آخر. وأخيراً، إلى هاد البودكاست عطاك شوية دفء، شوية راحة، شوية طاقة، بغيت منك واحد الطلب اللي غادي يعاون قناتنا تكبر وتوصل نساء أخريات. ديري لايك للفيديو، وخليه كومنتير حتى بكلمة صغيرة، وشاركي هاد الحلقة مع شي أستاذة تستاهل تسمع هاد الكلام. وحتى نتلقاو في حلقة جديدة، كنقول لكم كاملين بقاو بخير وبسلام في داركم، دارنا بسلام.